الجينات ونقل الجينات ما بيقتصرش على المستوى المحلي، في نجاحات تمت بالفعل على المستوى العالمي، ويتهيألي ده نطاق ضيق، برضو نطاق معملي ضيق للغاية. نعم. وبعدين عندهم طريقة اسمها بروتوكول العمل، بيرفضوا رفض تام اطلاعك عليه. وانا ان شاء الله هنتكلم على الفضائح اللي حصلت على مستوى العالم. يعني اصل في بعض الناس يقول لك لا ده احنا اللي عندنا بس، لا على مستوى العالم. نعم. العلاج الجيني هو خطوة جدية ورائعة، وهي طبعا كانت نتيجة الثورة المعلوماتية اللي خدناها من مشروع الجينوم البشري اللي بدأ في أوائل التسعينيات وانتهى في عام 2003، ووضح الخريطة الجينية للإنسان وبدأ يحدد التتابع الجيني، ومن خلاله عرفنا الطفرات المصاحبة لحدوث الأمراض، وعرفنا المناطق التي تنتسب إلى الأمراض والمناطق التي تكون حماية للإنسان ضد هذه الأمراض. وبدأ يظهر علم جديد اسمه علم البايو انفورماتكس، المعلوماتية الحيوية، إني بدخل له كميات مهولة من التتابعات. فبدأ يقول لي هذا التتابع يوجد في الإنسان وله وظيفة كذا، أو يعني مصحوبا بمرض كذا، فعليك إنك أنت تدرس هذا التتابع. ومنه بدأنا نلجأ للتشخيص، لأن في ثورة فعلا في التشخيص دلوقتي في السرطانات، وده دليل على تقدم صناعة البايوتكنولوجي المبنية على أساس علم الوراثة. لكن التشخيص حاجة والعلاج حاجة. هو طبعا التشخيص رائع بلا شك، لأن حضرتك بيديكي تنبؤ بحدوث المرض وبيخليكي مستعدة لحدوث هذا المرض. لكن في نفس الوقت ما أقدرش أقول إن أنا عشان تنبأت بحدوث هذا المرض يبقى أنا خلاص عالجته. لا، هي خطوة من خطوات العلاج، إني أنا بحط المرض داخل إطار معرفي أقدر أتحكم فيه. لما بدأت المعلومات تزداد وبدأت الأبحاث تزداد في المناطق الجينوم البشري، بدأنا نلاقي مناطق ذات طبيعة مختلفة. كنا بنقول عليها مثلا إيه؟ مناطق أمبيجوس، يعني إيه؟ مبهمة بالنسبة لنا. فطبعا ربنا سبحانه وتعالى ما خلقش حاجة مبهمة. ثبت إن لها علاقة بمدى ثبات الدي ان ايه والحامض الناقل الحامض الرسولي اللي هو ماسنجر ار ان ايه، وتكوين البروتين اللي هو النهائي لعمل الخليه بصوره سليمه. فوجودها تتابع مثلا بعدد معين يؤدي لحدوث المرض، في حين تتابع تاني بيؤدي الى ان الانسان يكون سليم. بدأنا نعرف لماذا يصاب الناس بهذه الامراض وهؤلاء بدون هذه الأمراض. وبدأنا نرسم الخريطة الجينية، وبدأت تظهر حاجة اسمها الطفرات. وإن أقول لحضرتك إن الطفرات الأحادية تسبب 99.9 من الأمراض التي يقابلها الإنسان. وبدأت بقى حاجات طبعا أنا مش عايز أسترسل فيها قوي، بس هي ثبت إن الإسلام وضحها منذ أكثر من 1400 سنة، ما نقولش النهي عشان ما احنا ما نقول ايه، عدم تحبيب زواج الأقارب اللي انتشر فيه الأمراض الوراثية. فكيف وأن في أحاديث الحقيقة صحيحة في هذا المجال، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني من 1400 سنة كيف عرف هذا وهو رجل لم يكن يعرف القراءة ولا الكتابة؟ فكيف عرف هذا؟ فده ادى وسيلة ان النسل في القديم كان أقوى. لكن يتخيلي حضرتك ان دولة زي السعودية 59% من تعداد الشعب السعودي الآن، فما بالك بالماضي من 20 سنة أو 30 سنة اللي هم أبائنا كانوا بيتزوجوا زواج الأقارب وتزداد فيهم الأمراض الوراثية. مصر هي رقم 2 في الدول العربية. تخيل حضرتك 39% من تعداد الشعب المصري متزوج من أقارب، فبدأت تظهر الأمراض الوراثية. لكن الإسلام كان ينهى بس بصورة لطيفة عن زواج الأقارب، فكان بيحسن من النسل وبيحسن من القوة الوراثية، وبالتالي يمنع هذه الأمراض. لما احنا بعدنا عن هذا ولجأنا إلى ما يسمى يعني بالعرف دونما أن نرجع إلى أصل الدين، فكانت النتيجة أن بدأت الأمراض دي تظهر. يعني نسبة مرض السكر الآن في مصر من نسبتها عالية جدا. احنا 9 دولة على مستوى العالم، ونسبتنا حوالي 12% من تعداد الشعب المصري. يعني لو عندنا مليون، الوراثة ليها دور كبير فيها طبعا. لو عندنا 100 مليون تعداد الشعب المصري 100 مليون، 12 مليون منهم عندهم مرض السكر. فطبعا الإسلام نهى عن هذا، وكان بيوضح لنا كيف نتجنب هذه الأمراض. لما بدأت تحصل الثورة الجينية والمعلوماتية، بدأت تصاحبها ثورة بايوتكنولوجية.
الثوره البيوتكنولوجيه في الادوات. يعني ايه في الادوات؟ يعني في مثلا مثال ظهرت حاجه لدراسه الطفرات عشان نحدد بالامراض، بدل ما كنا زمان نقعد في المعمل نعمل طفرتين ثلاثه في طول فتره دراسه الدكتوراه اللي هي 4 5 سنين. النهارده واحنا بنشرب الشاي لمده 6 ساعات نقدر نعمل 1,026,000 طفره في 6 ساعات. التكنولوجيا ساعدتنا في كده يا كتير. دكتور. نعم. وظهور طبعا السيمي كوندكتور برضو بشكل رهيب مع النانو تكنولوجي مع الانفاس، بداوا يعملوا الابحاث التكامليه التجميعيه. وللاسف برضو انا بقول ان احنا ما قدرناش نواكب الثوره البيوتكنولوجيه. انا اسف برضه اطلع بس عشان اوضح ان لما عرضوا على مصر انها تشترك في مشروع الجينوم البشري، جاء احد الجهابذه فقال، وانا سمعته يعني مش هقول اسمه، قال ايه يا جماعه واحنا ليه نخش مشروع الجينوم البشري والكلام الفارغ ده؟ خلونا نزرع القمح في ميه البحر. لا زرعنا ولا دخلنا. ايه وجه يقول لك بلاش فلوس البلد ما تروحش في حاجه زي كده. يعني نوجهها للاكل. بالظبط. الدوله كل الدول اللي اشتركت زي الصين والهند وامريكا واسرائيل وفرنسا والمانيا واليابان، هذه الدول الان هي ملكه الصناعه البيوتكنولوجي. ويكفي ان اقول لدوله زي الهند من دول العالم الثالث هي رقم 1 في الصناعات البيوتكنولوجيه، حيث تنتج سنويا 26 مليار دولار منتجات البيوتكنولوجي من مشخصات وامصال ولقاحات صنعت بتكنولوجيا الريكومبيننت دي ان بايوتكنولوجي اللي احنا حرمنا نفسنا من الاشتراك فيها. فبالتالي هل ما زال قدامنا الفرصه لا للاشتراك؟ خلاص هي يعني دايما حضرتك تلاحظي ان احنا عندنا ثورات معرفيه، اذا لم تركبي موجه هذه الثوره فعليك. يعني احنا سيبنا مثلا الثوره المعرفيه في عصر الصناعه في اوروبا فاتتنا، بعدين ظهرت الالكترونيات سابتنا، بعدين الطاقه الذريه سابتنا، بعدين المعلوماتيه وطوفان المعلوماتيه الحيويه والجينوم البشري سابتنا، والنانو تكنولوجي سابنا، وهكذا بنتخلى عن موجات ممكن تجعلنا نقفز ليس من زمن لزمن بل من مجرات لمجرات. فالعلاج الجيني احنا ما عندناش خبره لسه فيه، لان انت ممكن تكون درست في امريكا وكل حاجه والمانيا واوروبا وكل حاجه، لكن لما تيجي عشان تشتغل انت بتحتاج من عندهم الانزيمات والاحماض وتحتاج منهم المواد اللي بتساعدك على تكنولوجيتك. لكن مع العجب العجاب اني انا في مصر اقدر اعمل حاجات ما يقدروش يعملوها في امريكا. طب ازاي؟ اذا كنت كل حاجه انا باخدها من عندهم، حتى التكنولوجيا انا باخدها من عندهم، فانا يكون لي اختراع يعني مذهل او علاج زي ما وهم لسه ما وصلوش لمرحله العلاج الكامل. نعم. فده نصب واحتيال على الناس. طبعا مش معنى ان انا عملت تجربه ان تنجح، لان في حاجه اسمها بيعتبروها البريسيجن والاكيورسي، ان انا لما اعيد التجربه اعيدها حضرتك تعمليها وانا اعملها. المفروض التجربه ثبات في نتائجها بغض النظر عن الاستاذه او حاتم، لان ما ينفعش استحاله. لكن عندنا في مصر تكتشف يعمل تجربه النهارده يقول لك وعملنا 10,000 عينه ومش عارف ايه، فده طبعا احتيال ليس له معنى. لكن العلاج الجيني بينقسم الى قسمين، وده انا احب اوضحه انه لم يكن لنا يعني معرفة إلا لما عرفنا نتائج هذا من المشروع الجينوم البشري. في طريقتين، وطبعا أنا بقول معلش أنا بقول الكلام ده للتوضيح، ومش قصدي أحدد حد بأن هو بينصب أو ما بينصبش، أنا بقول وجهة نظري. بنوجه بوجه عام بصورة علمية بالظبط مدركة ومتفهمة، لأن بعض النتائج اللي بيصل إليها البعض ممكن يكون فيها ادعاءات كبيرة ومبالغات كبيرة. فاحنا بننبه جماهيرنا وبنعرفهم بالعلم أيضا. برافو. ازاي يقيم وازاي يختار وازاي يقيم النتائج اللي بيوصلوا لها ومدى دقتها ومدى صحتها. بالظبط. اتفضل. فبدأوا يلجأوا في المقام الأول لما ظهر نتائج المشروع، فبدأوا يعملوا فكرة ان انا اجرب على بقى الامراض اللي تيجي معايا. فاول شيء خدوه وجربوا عليه كان دايما اللوكيميات، لان مرض اللوكيميا هو عباره عن كاسكيد رياكشن، يعني تتابع خطوه لخطوه 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 بأثر على الناتج النهائي بالخطوات. طب انا لو بديت من اول السايكل دي ووقفتها بمصاب بالجيني يبقى انا كده نجحت بعلاج المرض. فنجحت
بس نجحت ايه في حدود برضه مش بنسبه كبيره، لكن إيه ثبت نجاحها. بس ثبت نجاحها ايه بعد كام سنه، بعد كام تجربه وكام سنه. نعم. فطبعا ومع ذلك برضه لا يعتد بها بصفه نهائيه انها علاج. التطبيق العملي على حتى فرنسا بدات تاخد هذا الاتجاه في علاج الاورام. في صرامه هناك في استخدام النتائج الناتجه في علاجات الجينيه. حتى الرئيس بوش اصدر تعليمات وتوجيهات، وفي جريمه لمن يستنسخ الانسان بشريا من اجل الحصول على خلاياه في ابحاث واختراعات وخزعبلات. فما بالنا بمن يبيع ويشتري هذه الاجزاء بحجة الخلايا الجذعية وأنها رصيد لصاحب هذه الخلايا. التسويق الأفكار شيطانية يعني. وبعدين اللي بيعمل كده ما معهوش حتى ماجستير وتحت مرأة ومسمع. بس المشكلة ان احنا في مصر ما فيش رقابة على كده، لان احنا لسه لا نعرف هذه الاشياء. المفروض الخلايا دي ما تخرجش. احنا جهلنا نفسنا لكن هو العلاج الجيني نقطته ان هو بدأوا من بعد النتائج اللي خدوها ديت يعملوا حاجة ايه، يشوفوا مثلا الجين ده فيه عضب. العضب ده ممكن نتيجة انه ورثه من نسخة سيئة من الام او من الاب. فيقول ايه، طب ما نجيب ناقل جيني وادخل فيه هذا الجين. طبعا ما عنديش الكفاءة بنسبة 100% ان انا ادخل هذا الناقل داخل الخلية، يعني نسبة النجاح بتاعته 1%. ده في اقصى درجات النجاح يعني. وعن طريق الجين جان ممكن يعني 2%. طب 2% تبقى نسبة نجاح؟ طبعا لا يعتد بيها. فيخش فيكتشف الجسم يا اما الجين ده يغير من معلومات الوراثية داخل الخلية فيسبب السرطان والاورام، او ان النقل الجيني ده اللي يلفظه الجسم المناعي بحجة انه جسم غريب ويدمره، او ان البروتين اللي يطلع من الجين ده الناتج من الجين ده من استثارة هذا الجين من دي ان ايه اللي ماسنجر ار ان ايه لبروتين يكون تحت مرأى ومسمع الجهاز المناعي فيدمره. فهذه مناعة ذاتية. يبقى انا كده ايه دمرت السيستم ده. طبعا في لو حضرتك مثلا متابعه الموضوع اكتر هتلاقي مثلا علماء المانيا لا يخشوا في الحق لومة لائم بيطلعوا يقولوا الكلام ده. اخرهم استاذ امراض الدم بجامعه برلين دكتور فولفجان لوتفيتش قال، وهو استاذ ونقيب او المسؤول عن الادويه المصنعه بالهندسه الوراثيه في نقابه الاطباء الالمانيه. قال في حديثه الشهير في صوت المانيا قال جمله غريبه قوي. قال ليس الآن العلاج الجيني نقدر عليه، ولكن في خلال 20 سنة فين؟ في ألمانيا. والله أعلم بقى تبقى هنا عندنا كام سنة. ممكن أن ينجح هذا، ولكن على المستوى المحلي لا أمل الآن، وكلها محاولات ارتجالية. في نفس الوقت إنجلترا مثلا دكتورة ميرا مورفي دي رئيسة جمعيات علاج مرضى السكر في بريطانيا. قالت كلام يعني عارفه الانجليزي دايما عندهم كياسه، يعني شوف الالمان بيقول ايه والانجليزي يرد برد ازاي. الان لا نقدر ان نقول ان العلاج الجيني يعني الناس عارفين ان هم بلانت يعني يمكن كمان لا بس سياسيين جدا ودهاء يعني عنده داهيه في الحديث بتاعه. نعم. العلاج الجيني الان ليس له مكان لعلاج مرض السكر. الأقدر والأهم لنا أن نوفر الدواء العادي لمريض السكر في بريطانيا. طب هؤلاء العصفاء بيقفلوا باب للادعاءات وباب المتاجرة. بالظبط. يجي واحد بقى يقول لك ايه هنا في مصر، يقول لك انا بخالج بالخلايا الجذعيه، بص الكلب ده كان مشلول انا حقنته مش عارف بايه بقى زي الفل. طب انا محتاج متعاونين. في الصين بيعملوا فعلا الخلايا الجذعيه، بيجيبوا حالات الميؤوس منها التي لا رجاء في شفائها. هو مجال تجريب أيضا ومجال تجريبي. نعم. وبعدين أمريكا لما لقت الأشياء بهذه الصورة بدأت طبعا أمريكا يهمها جدا إنها تتابع الحركة العلمية في العالم وتحصدها. فعملت موقع قالت لك أنت بقى مش جاي تشتغل بقى في العلاج الجيني وبتعمل علاجات وعلامة العلماء وحبر الفهامة وفهم الفهامة. طب اعمل لي بقى إيه موقع اسمه كلينيكال ترايلز دوت، يعني هقوله حتى كلينيكال ترايلز احلل للاخرين ما احرمه على ارضي اذا كان ده هيوصلني للي انا عايزه. بالظبط. ابعت لنا بقى النتائج كلها بتاعتك
واذا ثبت صحه كلامك هنشر لك في الموقع ده، اذا لم يثبت صحه كلامك اكس وعلى كل المواقع. هتلاقي طبعا ايه، في ناس كتير تهرب من انها تنشر في هذا، لكن كلها على، وبعدين حاطه بروكوجن صعبه. ما تجربش على بني ادمين، ما تجربش على مش عارف ايه، جرب على حيوانات، جرب على انيمال مش عارف ايه، ومع ذلك نسبه النجاح مش كبيره ان لم تكن يعني معدومه، ومش في مصر، في بره في امريكا نفسها. نعم. جاء بقى ان العلماء لما اكتشفوا الخلايا الجذعيه قالوا طيب احنا نعمل حاجه جميله جدا، مش احنا العلاج الجيني ده ينجح قوي في المثبطات الجينيه ووقفت بعض الامراض زي اللوكيميا؟ نعم. طيب خليها على جنب. وعلى فكره عددها قليل جدا، يعني بتاع مثلا 10 ادويه ولا حاجه اللي اتعملت كلها وتحت ضغط وتحت ستريس. وطبعا انت حضرتك عارفه ان عندهم حاجه اسمها منظمه الاف دي اي، فود اند دراج ادمنستريشنز. دي مهمه جدا انها تعمل كنترول على اي دواء يطلع، وبياخد من 20 ل 30 سنه وبيكتبوا دراسة. صراحة حتى المكملات الغذائية يا دكتور بيكتبوا صراحة ان دي مش علاجات، دي مش ادوية، دي كذا، وان احنا مصرح بيها البيعنا، بس احنا يعني بيبقوا صريحين جدا بأمانة. في توضيح كل شيء، يعني أنا وبيسوق بستعجب. ويباع. وانا مستغرب، يعني الامانه عندهم غريبه. من غشنا فليس منا. احنا عندنا يقول لك ايه، ملوش اعراض، ده زي الفل، ده الميه حتى ليها اعراض جانبيه، ده اسبرين له اعراض جانبيه. تيجي انت تقول لي ده ملوش اي اعراض، ده زي الفل، ده حاجه ما حصلتش. حاجات يعني تحس انها تذكره داوود ولا ايه، بيضحكوا على الناس يعني ولا ايه. بعدين لما بداوا يعملوا الخلايا الجذعيه بداوا يجربوا برضه، فقالوا طيب الامبريونيك ستيم سيلز اللي هي الخلايا الجنينيه خدوها وجربوها، لقوها بتعمل اورام وسرطانات. قال لك طب خلاص بقى نجيب الايه، الماتيور ستيم سيل اللي بياخدوه من الحبل السري او من نخاع شوكي بتاع الانسان، وجربوها. نجحت فين؟ داخل المعمل، برضه بقول داخل المعمل جوه البترو ديش. وانا كان ليا زياره في جامعه نوتنجهام، قابلت طالبه هي دلوقتي ما شاء الله عليها يعني مدير معمل تقريبا في برشلونه، او هم اسمها برشلونه مش برشلونه، برشلونه في مقاطعه كاتالونيا في اسبانيا، في البايوتكنولوجي. كانت طالبه معايا يعني، وسبحان الله العاطل الوهاب يعني. فكان بيدرس على نقطه الدراسه بتاعتها ان كل ما كانوا ياخدوا الخلايا من الطبق اللي بتزرع فيه ويحاولوا ان يحقنوها في الوضع في العضو مثلا سواء بنكرياس او كبد او حاجه زي كده، يكتشفوا انها بتشتغل شهرين 3 ممتاز جدا. بعد كده يحصل لها حاله الدي اتاتشت. يعني ايه؟ انفصال. تبقى الله، طب ايه اللي حصل؟ الخلايا عندها برمجه انها تحس بالموطن اللي اخذت منه وتربت فيه في العضو نفسه. فلما تيجي يحقنها عشان تحول مثلا خلايا بنكرياس ترفض، وبعد 3 شهور يحصل دي اتاتشمنت وكأن الواحد ايه ما عملش اي حاجه. يعني انا عملت عمليه جراحيه خطيره وفي الاخر ما فيش حاجه حصلت. فدي كانت من المشاكل. بدات الابحاث تشتغل على هذه النقطه، ازاي يفقدوا قدره الخليه على خاصيه اسمها انكروج ديبندنس، اللي هي تعمل زي مخلاب على السطح كده بتمسك فيه. طبعا بدأوا يعملوا دراسات ووصلوا فيها إلى بعض الحالات، ولكنها كلها ما زالت حتى هذه اللحظة في طور الأبحاث الغير معلنة نتائجها إحصائيا. أيضا الغير إحصائية، يعني إيه ذات قيمة إحصائية. يعني أنا ما أقدرش مثلا أعالج 1000 وموت 999 واقول ده واحد نجح يعني خف، يبقى ده انا كده بضحك على مين؟ على الناس. المهم بدات المعركه بقى ايه بين الخلايا الجذعيه، الناس المدافعين، واحنا على الاسف يعني عاملين زي بتوع مطوشه الاهلي والزمالك، ده اهلي وده زمالك، ادافع عن الخلايا الجذعيه بدون ما ان افكر. فلا الكلام ده مش مظبوط، والخلايا الجذعيه دي احسن علاج، وهذا طبعا انا بقول لك ان دي هتبقى في المستقبل. لكن عيب قوي تسويقها انها خلاص عملتها وخفيت وانها تمام التمام، وبدات يلجأوا في الكبد يعملوا برضو. اسمح لي دكتور حاتم، يعني بما ان حضرتك معانا وبتتصف بالامانه العلميه والصدق في تناول الموضوعات العلميه، ما هو متداول الان في مصر وكيف يسوق للمواطن العادي؟ احنا بنسمع عن بعض العيادات وخاصة النساء والتوليد بيتم اخذ عينات
من الحبل السري وبيصرحوا للأب والأم بأن ده رصيد في حالة لا قدر الله حصل أي مرض أو أي حاجة ممكن يعاد استخدامها ليك مرة أخرى كعلاج أو للعلاج من أي أمراض. تصدر ليهم الصورة طبعا في كثير من الناس. نعم. إزاي مصدر هذه الفكرة وإزاي بيتم تسويقها وحقيقة الأمر؟ هي الفكرة في منتهى البساطة، هو فعلا ان الخلايا الجذعية ديت لها قدرة السحر على انها تنتج اعضاء كيفما شئت. يعني لو واحد عنده مثلا مشكلة في القلب، على افتراض طبعا يعني يقدر نستنسخ قلب وبتنجح في بعض الاحيان ان تستنسخ قلب وكبد والكلام ده كله. لكن هنا السؤال، هل نجح ان انا اركب لواحد كبد بالخلايا الجذعية؟ او انا حقنت له في الكبد اللي عندهم مثلا ليفر سيروزس بالنسبه لامراض الكبد، هل نجح فعلا الكبد بتاعه ان يستعيد نشاطه تاني؟ هل نجح اللي حقن في البنكرياس؟ كم احصائيا؟ كلمني احصائيا. زي بره، انا لما كان حد يكلمني في مثلا اقول له ايه، يعني وانا طالب كنت طبعا ايه بالذات لما تيجي تعمل دكتوراه، بيبقى احنا طبعا كطلبه في زياراتنا القصيره بره بنبقى عاوزين نجري نعمل اللي في الاربع خمس سنين نعمله في سنه. فانت عايزه تحطي كل طاقتك في البحث العلمي بسرعه وما بتناميش الليل عشان تخلصي، لان فرصتي الحق، لان هرجع في مصر مش هعمل حاجه. فيقول لي، اقول له مثلا عملت مثلا 50 عينه او 60 عينه، يقول لي هل احصائيا مجدي اني اقول ان 60 عينه تمثل الشعب المصري اللي تعداده كان في وقتها 80 مليون؟ هل 60 عينه خدتهم تمثل الشعب المصري؟ وخدتهم من انهي منطقه؟ وخدتهم ازاي؟ ويعني عارفه حضرتك كان هذا السؤال الاحصائيا في الوراثه البشريه دايما اسال فيه. فانا بسال نفس السؤال احصائيا، النتائج البحث دي عملت بيها ايه وقد ايه السيجنيفيكانت مدى جديتها في الحساب؟ هل نجح عينه واحده من ضمن 1000 موت 999 وعيشت واحد بشلل برضه وعنده مشاكل واحتمال يجي له اورام وسرطانات وتقول لي انا عالجت؟ فلازم تكون الاحصاء. وبعدين انا عايز اقول حاجه برضه بالنسبه لينا، مش عايزين برضه ننظر لنفسنا نظره دونيه، يعني برضه ايه يقول لك لا ده اصل احنا بتوع الفبركه لا، بره في ملوك للفبركه. وانا هضرب مثالين يعني اختصارا. يعني في عالم اسمه جوانج هيو سونج، انا زرت كوريا الجنوبيه على فكره وهي من اجمل البلاد وبحترم شعبها جدا. هذا العالم كانوا بيسموه عالم الشعب، وهو الرجل الذي قالت عنه كوريا سيحصل على جائزه نوبل. هذا الرجل حصل على جائزة نوبل، كان هيحصل على جائزة نوبل، وقال انه استنسخ كلب من انسجة من خلايا بشرية. طبعا طلع انه كذب وهلس وما حصلش، وقالوا طب قول لنا البايو اسكس والاخلاقيات اللي انت عملتها ايه والبروتوكول، والراجل ده كان نشر في ساينس فلقى الكلام كذب، فاعترف بانه فبرك وتم طرده من الجامعة واعتزل العلم نهائيا. وكان في واحد بقى تاني ياباني يمكن كان عنده ضمير اشد شويه اسمه يوشيكي ساسان، ده مدير معهد جامعه ريكن في طوكيو في اليابان. وهذا الرجل علامه بمعنى كلمه علامه، وخريج جامعه هارفارد في الدكتوراه ومش عارف ايه، علامه يعني. هذا الرجل انتحر. السبب الانتحار انه نشر بحث في مجله نيتشر، وهي طبعا المجله قوتها، فنشر هذا البحث وقال انه قدر يوصل الى طريقه مثلى لتكاثر الخلايا الجذعيه ببروتوكولات لم يعني ايه تكن معقوله، فيها فبركه. فطبعا بره ما فيش عندهم زي عندنا مثلا في الديره بننشر في الديره، لا جابوها راح ماسكين البحث قالوا في اخطاء، فين الاخطاء ديت؟ 1 2 3 ازاي حصل؟ في الاخر راح ايه؟ الراجل لم يتحمل وقال انا جلبت العار لامتي وانتحر نتيجه انه فبرك في نتائج الخلايا الجذعيه. انا مش بقول انا ضد الخلايا الجذعيه، انا بقول علينا ان نكسر من التجربه وان نزيدها قوه وصلابه باحصائيات سليمه، والا نبيع الوهم للناس البسطاء، لان بره اذا كان هم بالمستوى التعليمي الراقي بره وبيضحك عليهم، فما بالك بالمواطن المصري اللي هو يعني كما تعلم سيادتك. نتعلم ان نعمل عقلنا ونتاكد من نتائج أي علاجات تطرح علينا مع أشخاص بعينهم، ونتأكد من مظلة وزارة الصحة والأجهزة الصحية الرقابية لنتأكد من أنه ليس هناك ادعاء في العلاج أو
في طريقة العلاج. أستاذنا الأستاذ الدكتور حاتم محمد صالح، رئيس وحدة الوراثة البشرية بهيئة المصل واللقاح، أشكرك على هذه الحلقة. العفو يا فندم. أشكرك. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، كنا معا وينابيع المعرفة. شكرا لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.